اسمع كده اللي بيتقال ده. انا هفضل كده، واللي فارق مع احنا وصلنا كاس عالم، وصلنا نهائي كاس اللي زعلان يخليه يستخبى كده. الجهاز ده وصل كاس عالم وبتعب من غير هزيمه، ووصل نهائي كاس من غير هزيمه، باين قوي انه مضغوط، ها؟ واللي جاي صعب. اسمع. والليفل اللي هنلعب فيه الفتره اللي جايه كاس وكاس العالم اعلى من اللي فات. طيب انا عندي حاجة عاوز اقولها، والايام بيننا. انا عاجبني حالة الجدل والهجوم على العميد، لا وكمان مبسوط من رد فعل الجمهور السيء تجاه الجهاز الفني واداء المنتخب. التوقعات منخفضة وهنروح المغرب هنرجع العشاء، وحلو الإفيه بصراحة. خدها مني بقى دلوقتي وقبل شهر من أفريقيا، منتخب مصر في نهائي المغرب 2025 وبنسبة 90% كمان هناخد اللقب. وعلى فكرة اللعيبة كمان عندها الرغبة. يا راجل ده احنا كل مرة بنبقى الأسوأ قبل الكان بنوصل فاينل وبناخد اللقب. 2017 مع كوبر، و2021 مع كيروش. وخليك فاكر انت من الناس اللي طالبت بوجود العميد في الجهاز الفني ودلوقتي بقيت تهاجمه. خليك فاكر ان الاداء والارقام والتجربه لحد دلوقتي 10 من 10 ونجمه، والارقام في صالحه. خليك فاكر الحكمه اللي بتقول طول ما هي ماشيه سيبها ماشيه. ما تنساش تحفظ الفيديو علشان هنرجع له قريب.